الأخ عبد الرحمن العديمي وأصحابه الذي فلتوا في غابة بيلاروسيا، هو أول مرة يسافر وثق فيهم وغدروا بوسط الغابة، غابة ما يوجد فيها لا حيوانات ولا دبابة، ورجال مش عارف بالطريق وما مش معه حتى شربة ماء، سود الله وجهكم. الأخ عبد الرحمن يا أخي ضاقت عليه الدنيا في البلاد، فقرر إنه يسافر مع 2 أصحابه، وصلوا به لوسط الغابة غدروا وهربوا عليه، حتى الطريق ما يعرفهاش، ما مش معه حتى شربة ماء. يعني صاحبك تفلته بوسط الغابة؟ يا نذل يا منزوع الرجولة، قل لك الصديق قبل الطريق. ما أسخى قلبك إنك تفلت صديقك وتبيع صديقك علشان ويش؟ الرجال عبد الرحمن واثق فيكم، رجال محزم ورجال كوف، واثق فيكم وسافر معاكم توصلوا به لوسط غابة ما فيها إلا دببة ولا حيوانات. يا أخي سود الله وجهكم لو فيكم ذرة مروة. عليك الدنيا هي دوارة، والشيء الذي حصل لعبد الرحمن بيصير لكم أخس والعن، حتى ولو رجعتوا من أوروبا تدوروه وحصل له شيء والله إنه في ذمتكم، والله إنه في ذمتكم، لا ما عندكم لا نخوة ولا مروة ولا مرجلة. والله صديقي مشيت أنا وصديقي علي الحرم لو يجرب صديقي شيء للدراسي قبل راسه. عيب يا أخي ما يبتان الصديق وما يبتانوا الرجال إلا بمثل هذه المواقف. مش أبيع صديقي بالطريق، حمى على دقونكم بس لو فيكم ذرة مرجلة.